السلام عليكم، مرحبا بكم. صحة رمضانكم، كيف راكم دايرين؟ صافا لاباس. اليوم الفيديو فيديو اليوم راح يكون لاصحاب الباك اللي عندهم الباك هذا العام. لازم كامل تجوا تتفرجوا لهذا الفيديو لانه فيه بزاف نصائح. راح نعطيكم اليوم نصائح كيفاش توجدوا للباك، بما انه الباك باقي لها فقط 100 يوم، يعني ماشي 100 يوم، يعني راها تنقص هذيك 100 يوم، بدات تنقص. اذا بالنسبه لهذوك الناس اللي مازال حتى يعني لحد الان مازال ما حتى راجعت وكلش، هذا الفيديو ليكم. غادي نعطيكم بروغرام هكذا تمشيو عليه منا الى حد نهار الباك، هكذا باش تكونوا واجدين. اذا نتمنى منكم تفرجوا الفيديو للاخر هكذا باش تستفادوا، وعملوا لي لايك للفيديو اذا عجبكم، وكومونتير هكذا، وعملوا لي متابعه لهذا القناه. مرحبا بكم من جديد. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. اذا قبل ما نبداو في البروغرام تاع الباك غادي نقول لكم حاجه واحده، انه ما ديروش في بالكم باللي انه هذا الباك ما غاديش نديه وما غاديش نربحه وما يقدنيش، ولا دير في بالك يعني تخوف نفسك وانت عاد ما فوتش حتى الباك. يعني هذا الاستخاس وهذا نحيه من بالك، انت ركز فقط على المراجعه، كل شيء دوك يجي سهل، وتوكل على ربي. ودائما ذكر نفسك باللي هذا امتحان عادي كيما الامتحانات الاخرين اللي تجوزهم. توجور ذكر نفسك هكذا باش هذاك الاستخاس يروح لك. نبداو في البروغرام. شوفوا البروغرام اللي غادي نمديه لكم غادي يوالم من الناس اللي مثلا مازالت حتى ما بدات المراجعه، والناس ايضا اللي راها تراجع، يعني من اول السنه لحد الوقت هذا راها تراجع. شوفوا راه باقي لكم واحد 80 يوم، ولا كاين اللي يقول لك مثلا ما قدنيش الوقت. نتوما الوقت ما تفكروش فيه، اذا الوقت راه غادي يكفيكم، مهم ما تقلقوش وصايي. شوفوا المواد راح تنقسم الى 3 الاقسام. كاين مواد الحفظ اللي هما التاريخ والجغرافيا، التربيه الاسلاميه، كاين الفلسفه. تقريبا في كامل التخصص هادو هما مواد الحفظ. كاين المواد العلميه اللي هي الرياضيات، الفيزيك، العلوم الطبيعيه، كاين الهندسه مدنيه، هندسه كهربائيه. اذا كما قلت لكم كل واحد التخصص دياله. كاين المواد الادبيه اللي هما الفرنسيه والانجليزيه والعربيه والالمانيه والاسبانيه، اذا كل واحد وكيفاش راه يقرا. المهم هذا الجدول اللي غادي نعطيه لكم لازم تلتزموا به، راني مقسمات على حسب هاد المواد الثلاثه، وكل مواد واسم تنفع معها. مثلا مواد الحفظ تنفع معهم الحفظ، المواد العلميه تنفع معهم الممارسه، يعني تحل التمارين تاع الرياضيات والعلوم الطبيعيه والفيزيك. وهاد المواد العلميه يعني الحل تمارين فقط. المواد الادبيه هي تحلي مواضيع الاختبارات السابقه، يعني تاع الفصل الاول تاع الفصل الثاني تعاودي تحليهم من جديد. تعاودي مثلا تحلي، مثلا دوك نعطيكم واحد السيت منو تجبدوا المواضيع تاع الباك ولا المواضيع تاع الباك تاع العام اللي فات كتحلوهم. اذا في المواد الادبيه ما تركزوليش فقط على كلي يركز لي فقط على القواعد وينسى بسكو 80% الاسئله تجي من البناء الفكري، يعني من النص. يعني لازم انت تكون فاهم النص. وتوجو حتى الفرنسيه والانجليزيه لازم تراجع. لازم اللي ما شرا يدير لي كور في هذه المواد الادبيه يروح يشوف فقط في اليوتيوب. اذن راه كاينين بزاف اساتذه يشرحوا في الفرنسيه والانجليزيه، يشرحوا لك النصوص كيفاش تجي في الاختبارات، وكيفاش يحلوا كيفاش يجاوبوا على الاسئله وكلش. يعني غادي يوري لكم مليح. انا ننصحكم تروحوا لليوتيوب وتتفرجوا. اذا ما تروحش مثلا تركز لي فقط على القواعد، لازم تحل المواضيع السابقه. صحيح. اذا هذا هو البروغرام كما راكم تشوفوا مقسماتها على حساب قبل الافطار بعد الافطار. الحاجه الاولى اللي ننصحكم بها انه النعاس. لازم تنعسوا في الليل، ماشي انت تبداي مقصرت لي في الليل في الثالث الصباح تصيبي روحك عيانه. لازم تنعسي الليل مع 12 مع الوحده، لازم تكوني ناعسه باسكو نوضي مع الخمسة باش تسحري وتصلي صلاتك وتبداي تراجعي. اذا راني درت لكم هذيك مع 6 الى 11 صباحا، هذه تراجع تحفظ مواد الحفظ عندك. انا كنت نبدا بزاف بالتربيه الاسلاميه، كتجيني سهله. نتوما بداو باي ماده تاع الحفظ تكون سهله، فهمتوني؟ حفظوها. راه عندكم من 6 ل 11 راه في 4 سوايع، يعني عندكم الوقت بزاف. حفظوا وكرر، يعني ماشي تحفظ فقط خطره وتعاود تولي باش يقعد لك في الراس ديالك. عندكم تاني من 3 تعاودوا من 11 تروحوا تنعسوا تريحوا شويه. مع 3 تعاودوا توليو تنوضوا هكذا. من 3 الى 6 روحوا راجعوا ماده علميه اللي هي الرياضيات ولا الفيزيك ولا اي ماده علميه. حلي تمارين
في المواد العلميه. عندك بعد الافطار من تفطري من 8 حتى ل 12 عاود يولي كمل الحفيظه ديالك تاع التربيه الاسلاميه. هذا فيما يخص نهار الحد. عاود عندك نهار الاثنين عندك التاريخ في الصباح يعني من 6 ل 11. عاود الفيزياء من 3 ل 6. عاود عندك من 8 ل 12 تاع الليل عندك التاريخ يعني تحفظي لازم تحفظوا. الناس اللي حفظت مثلا تاع الفصل الاول والفصل الثاني حفظاته لازم تعاود تكرر، يعني ماشي انت حفظتي صاي تاع الفصل الاول باسكو تكونوا ناسيين، عاودوا كرروا مره واحده اخرى. والناس اللي مثلا ما حفظتش تحفظ يعني تبدي تحفظ راه عندك 4 سوايع وفي اللي كان عندك واحد 4 سوايع في قريب 8 سوايع. ومي تكونوا تحفظوا لازم تريحوا يعني بين حفيظه لازم تعملوا باوز بين حفيظه وحفيظه لازم تريح شويه واحد 5 دقائق 10 دقائق هكاك وتكملي الحفيظه ديالك. عاود الجدول كما راكم تشوفوه ندير لكم 3 الجغرافيا عندكم العلوم الطبيعيه عاود العربيه يعني المواد الادبيه تحلوا المواضيع الباك السابقه ولا المواضيع تاع الاختبارات. عندك الاربعاء عندك الفلسفه تحفظ الفلسفه لازم تحفظوا كامل المقالات ولا النصوص ولا اللي يكون عندكم ماشي تركزوا لي فقط على مقاله واحده ولا تروح تركزي على نص فقط وحدين يعني لازم تحفظ كلش. ومو قدام تحفظ لازم امو تفهم يعني وتعرفي كيفاش تعرفوا كيفاش ديروا مقاله وتعرفوا كيفاش ديروا نص باسكو غادي في الاختبار تاع الفلسفه يعطيكم موضوع الاول على المقاله والموضوع الثاني على النص يعني انت وسمت تبغي تختار يا تختار مقاله يا تختار النص انت على حسب الفهمه ديالك لازم تفهم كيفاش يديروا المقالات في الفلسفه وتفهم كيفاش يديروا النصوص في الفلسفه وتختار الحاجه السهله. هذه هي فيما يخص المواد العلميه اللي بتكون داير لكم الرياضيات الفيزيك والعلوم الطبيعيه كل عندها مواد اخرى يعني يبدل مثلا كيما نهار الحد عندك الرياضيات نهار الاثنين عندك الفيزيك 3 عندك العلوم الطبيعيه نهار الاربعاء بدل مثلا اللي عندهم مثلا كي اللي عنده هندسه مدنيه يبدل في بلاصه ديك الفرنسي يدير هندسه مدنيه ولا نهار الخميس الثاني كيدير هندسه مثلا الماده الاخرى تاع العلميه ويخلي الايامات الاخرين تاع المواد الادبيه. فهمتوني يعني انا نديرتو على حساب هاد الجدول نديرتها على حساب العلوم التجريبيه اللي عندهم علوم تجريبيه. المهم كما قلت لكم الماده اللي زعما مانيش دايرتها هنا في الورقه زيدوها نتوما صاي فهمتوني. اذا هذه هي اذا كما قلت لكم ما تخافوش نتوما ركزوا فقط على المراجعه وصاي وان شاء الله ربي ينجحكم كامل وتجيبوا كامل المعدلات اللي راكم حابينها. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتمنى منكم تعملوا بهذه النصائح اللي درته لكم وهذا الجدول اللي حطيته لكم تتعاملوا به. اذا حبيتوا ندير لكم فيديوهات واحده اخرين كيفاش تراجعوا مثلا المواد الاخرى انا نفهم في الرياضيات بزاف ولا المواد العلميه كاش حاجه مثلا راكم حابين مثلا نهضر لكم مثلا على المواد العلميه هكذا كيفاش تراجعوهم وكلش قولوا لي في التعليقات ندير لكم هكذا فيديو. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه وصحه رمضانكم. باي باي.